ليكي نصرة، ليكي فرحة، وليكي رجوع تاني المكان اتاخد منك غصب عنك. لو انتي بتشوفي القراية النهاردة، فانتي حد لا اما اتاخد منك منصب شغل، او حتى اتاخد منك شريك حياتك، حد حاول ياخده جوازة تانية او زوجة تانية، او حد كان على طول باصصلك في حياتك، خد منك بيتك، خد منك طاقة شغل. لان انت هنا في الطاقة اللي قدامي، او انت هنا في الطاقة اللي قدامي، انت ليك نصرة عجيبة، حاجة إلهية جاية من ربنا ليك، هتغير لك كل اللي انت كنت بتفكر فيه. كأن حسيت خلاص ان انت فقدت الامل، او حسيت بظلم كبير ومش عارف تطلع منه. لكن طاقة النهاردة الطارot بتأكد ان انت وضعك هيتحسن بطريقة عجيبة، بطريقة إلهية، بطريقة تدخل ربنا بس فيها اللي هيكون واضح ليك. عندك رجوع للمكان حتى اللي عندك فيه أعداء. يعني انت لو ماشي من شغل، او يتاخد منك شغل، او انت خايف يتاخد منك شغل، لان هنا في طاقة خوف وطاقة قلق من الطاقة بتاعتك، فانا بقولك اللي انت راجع تاني للمكان، وهتبقى واخد وضعك فيه كويس جدا. ومهما حاولوا يوقعوك، مهما حاولوا يوقعوك او يعني يحبطوك، او يخلوك شخص قليل، او يخلوك مش احسن حاجة، انا النهاردة بقولك اوعى تفكر ان هما هينتصروا عليك. رجوعك هيبقى في ليك مكان. الطاقة دي انت ليك مكان، حتى لو انت او انت اللي بتسمعيني دلوقتي اتاخد منك زوج او حبيب، دخل في حياتك طرف تالت وخد منك زوج او حبيب، وبيتحاول طول الوقت ان هي، لان هنا في اعداء. ده هما مش بس خدوا المكان، او مش بس حسوا ان هما خلاص استكفوا ان هما مشوك من المكان، او ان هي خدت منك حبيبك او زوجك. ده هنا في اعداء متواصلة، بينزلوا حاجات تضايق، بيتكلموا على حاجات تخصك، حاجات شخصية، بيظنوا، بيكذبوا، بيطلعوا امور مش صحيحة، عشان هنا في عدالة سماوية هتيجي توزن الامور، وهتيجي تسكت كل واحد قال كلمة، او قال حرف، او قال اي حاجة غلط في حقكم، هتيجي تسكت كل المواضيع دي، وهتلاقوا الموازين بتختلف. هتلاقوا اللي كان بيصدق واللي كان مقتنع بحاجة، الموضوع اختلف 180 درجة، ما بقاش زي الأول، ما بقاش بنفس الطاقة بتاعته، وهيبدأ يستمع لكلمة الحق، هيبدأ يستمع لكلمة الحق. النهاردة لازم تثق ان القراية دي وصلت ليك، مش هتعدي الفترة اللي جاية غير لما تكون في مكانك الصح، مش هتعدي الفترة اللي جاية غير لما يكون في كارما على الأعداء، وربنا هيوزن أمورك كويس جدا، هيبقى في انتصارة قوية جدا. كل اللي مطلوب منك في ورق الطاروت النهاردة ان انت تثبت في مكانك، ما تيأسي، ما تظهرش ضعفك، ما تحسسي حد ان انت خلاص استسلمت للموضوع او للوضع، لان هنا في حاجة مهمة جدا جدا جدا، هيبقى في تنبيه وإشارة هتلاقيها الفترة اللي جاية، هتفتح لك الأبواب وهتفهمك ايه اللي جاي. استقبلوا النهاردة ان الطاقة دي ليكم، ما تنسوش المتابعة، الشير، اللايك، الكومنت اللي هنكتبه. استقبل الطاقة، مش مطلوب اكتر من كده، عشان نربط الطاقة مع بعض ونشوف ايه اللي هيحصل تاني في القراية دي وامتى بالظبط، ونشوف كمان نوايا الاشخاص بعد كده هتكون ايه، وايه اللي المفروض نتفادى منه، وايه اللي المفروض نواجهه بكل حماس.